في القرن الأول الميلادي منطقة اليهودية كانت تحت حكم الإمبراطورية الرومانية. الفترة دي كانت مليانة توتر سياسي واجتماعي كبير. الرومان كقوة محتلة كانوا فارضين سيطرتهم على المنطقة عن طريق حكام محليين شغالين تحت أوامرهم. الهيمنة دي كانت بتثير غضب شديد عند الشعب اليهودي اللي كان متمسك بتقاليده الدينية القديمة وكان نفسه في مملكة أكبر من اللي بيحكمها الرومان. المنطقة كانت مليانة انقسامات داخلية بين الفصائل الدينية والسياسية المختلفة، وكمان ظهر وعاظ وأنبياء كتير جذبوا أعداد كبيرة من الناس المتحمسة اللي تبعتهم. أورشليم نفسها كانت مركز للخلافات علشان النخب الأرستقراطية والكهنوتية زي الصدوقيين كانوا بيتعاونوا مع الرومان علشان يحافظوا على مصالحهم. ففرض حكم روماني على اليهودية زود الانقسام بين اللي قبلوا الحكم الروماني واللي شافوه اضطهاد. وعلى الرغم من أن الرومان كانوا بيتبعوا سياسة التوفيق بين الأديان في كل أنحاء إمبراطوريتهم، إلا أن الشعب اليهودي كان حاسس بالكراهية وعدم الثقة في الحكم الأجنبي بالنسبة لهم. السلطة الرومانية في اليهودية كانت بتتسم بالضغط والقمع، بالإضافة للحكام المحليين اللي كانوا زي وكلاء لروما. الحكام الرومان كانوا بيتدخلوا بشكل مباشر لما يشوفوا ده ضروري علشان يحافظوا على النظام ويخمدوا أي محاولة للتمرد. وهيرودس الكبير كان مثال لملك عميل لروما، لكنه كان بيتمتع بسلطة قوية وقاسية في مملكته، وكان بيسعى لتحديثها عن طريقة النموذج اليوناني الروماني. وبعد وفاته روما قسمت مملكته بين ولاده، واستمر الحكام الرومان بيلعبوا دور حاسم في إدارة المنطقة، وده كان بيشمل تعيين وعزل رئيس الكهنة اليهودي والبت في قضايا الإعدام. وفي ظل الظروف السياسية المشحونة دي بشر يسوع المسيح بملكوت أعظم من مملكة روما، مملكة سماوية بتوعد بالراحة والأمل للفقراء والمضطهدين وغير المقبولين. ودي رسالة لقت صدى واسع بين الجموع. المناخ السياسي المتوتر ده اللي كان فيه غضب اليهود وسعي الرومان للسيطرة خلق بيئة استخدم فيها الرومان الصلب كأداة علشان يظهروا قوتهم بشكل علني. وفكرة مملكة جديدة بشر بها يسوع سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو روحية، الرومان فهموها على أنها تحدي مباشر لسلطتهم، وده اللي أدى في النهاية لصلبه باعتباره عدو للدولة.